الكابتن هيثم فاروق بقى، والامر ده بصراحه كان لازم اتوقف عنده. اشار وتحدث عن كارثه. كارثه. ايه يا فوزيه؟ بتعيطي ليه يا فوزيه؟ ما نلعبش كوره، لا احنا بنعمل مؤامرات. ايه ده؟ كلنا لومنا الكاف وقلنا انه سبب في ضغط الزمالك، لانه غير الموعد بتاع ماتش كايزر تشيفز من الحد للسبت. الكابتن هيثم بصراحه بنشكره جدا لانه اكد لنا المعلومه، وفقا للمعلومات اللي اكدها ان الاتحاد المصري، ركز معايا بقى، ايوه، الاتحاد المصري هو اللي خاطب الاتحاد الافريقي عشان يقدم ماتش كايزر ويزنق نادي الزمالك. بالضربه تحت بطاطك. ايوه، اللخبطه دي كلها من الاتحاد المصري واللعب في وقت المباراه، لان ده السبيل الوحيد انه يحط ماتش سيراميكا في الكاس عشان يخلص منه. يا سنة فيه، لانه عايز يخلص البطوله قبل كاس العالم. انا حزينه وانا بقول لكم كده، بس هي دي الحياه يا جماعه، ودي كارثه. واحنا لما رجعنا للوائح اكتشفنا ان الكاف مش من حقه يغير موعد ماتش قبل موعده باقل من 10 ايام الا بموافقه الاتحاد. وده يثبت كلام الكابتن هيثم فاروق. كدبه هتاكلي بالشبشب واحط وشك في النار. كل التحيه والتقدير ليه انه دايما بيكشف لنا الحقيقه. طيب حتى لو حضرتك ما طلبتش، لما الكاف بعت لك الموعد الجديد ليه ما اعترضتش؟ ليه ما استفسرتش؟ يخرب بيتك، جسمي شال منها اللي عليها جامد يا سعاد. الزمالك ده فريق مصري، والمفروض حضرتك دورك انك تدافع عنه، بس للاسف بنطلب ايه؟ بنطلب ايه؟ واضح قوي ان احنا في ازمه كبيره. ايه يا شيخه؟ ايه بقى يا شيخه؟